السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده عايزين نعمل سردين للعيد وحتى كمان لشم النسيم، بس انا مش هعمله بسمكه السردين اللي هي معروفه موجوده في السوق لان حجمها صغير جدا ومش هيكون فيها لحمه نعرف ناكلها. انا باذن الله النهارده هستبدلها بسمكه الماكريل الكبيره شويه. اشتري الكميه اللي انت عايزاها. انا هعمل النهارده 4 كيلو، بس هعمل كل 2 كيلو لوحدهم في علبه. طريقة تمليح السمك او السمك المملح ده من الطرق اللي بتحافظ على السمك ان هو يقعد معاكي فترة طويلة وفي نفس الوقت بيحتفظ بقيمه الغذائية. معلومة مهمة جدا عن الاسماك المملحة دي، اختراع المصريين القدماء. كان موجود حوالين الاهرامات بقايا لاسماك مملحة كانوا المصريين بيستخدموها وهما بيبنوا الاهرامات، فالطريقة دي معروفة بقالها اكتر من 4 أو 5 آلاف سنة. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام ونشوف بقى هنعمله ازاي. عندي هنا 2 كيلو سمك، انا هجيبهم واغسلهم بس مش هفتح بطنهم، يدوب بس ان انا هشيل الزعانف وابدا اغسله بدقيق وميه وفي علبة بلاستيك كبيرة او متوسطة على حسب حجم السمك، بس اهم حاجة يكون القفل بتاعها محكم كويس جدا عشان امنع اي هواء يدخل السردين. قلت هنا ان انا هحتاج معايا لكل 2 كيلو سمك 500 جرام ملح. هجيب بقى العلبة وابدأ اخزن فيها سردين. السمك هنا بيكون مجمد، انا مش بسيبه لحد ما يفك، انا بخزنه وهو لسه مجمد. لازم املى الخياشيم بالملح وبعدين طبقة ملح اغلف بيها السمكة كلها وارصها واحدة جنب التانية. لازم نملى الخياشيم كويس ونغلف السمكة بطبقة الملح، ده هيحفظها ويخليها تعيش معانا فترة طويلة وما تعفنش. معايا نفس الخطوات دي وتأكدوا ان شاء الله تطلع معاكم النتيجة تحفة وهتعجبكم جدا. ممكن تعتقدوا ان الملح كده هيكون كتير، لا ده الملح الطبيعي المظبوط عشان خاطر اعمل سمكة السردين، لان لو الملح هيطلع قليل السمكة هتبوظ معايا. كده خلصت وملحت السمك كله. هبدأ اضيف معلقة بابريكا ودي برضو اختياري، وهبدأ اضيف معلقة شطة، ولو مش حابة تضيف شطة مفيش اي مشاكل. وهقفل الكيس عليهم كويس جدا وهسيبهم بره التلاجة. رشة ملح كده تانية على السردين كله من فوق. هياخد حوالي من 10 ايام ل15 يوم وهيكون استوى معايا، لان سمكة الماكريل دي حجمها كبير على عكس سمكة السردين اللي موجودة في السوق دلوقتي اللي عليها قشر من بره. هقفل العلبة كويس جدا وبعدين ابقى كل فترة اقلب الكيس من فوق لتحت عشان خاطر اقلب السردين وهو جوه كيس. الطريقة التانية هي نفس اللي عملته في الطريقة الاولى، بس المرة دي مش هحطهم في كيس، هحطه في علبة مفتوحة عادية خالص، وهضيف عليه برضو البابريكا والشطة، وهضيف عليه معلقتين كبار زيت. الزيت من الحاجات الاختيارية، بس احنا بنحطها لان بتخلي السمكة ناعمة، كده كده السمكة بيبقى فيها دهون بس الزيت بيخلي السمكة ناعمة. سواء الطريقة الاولى او الطريقة التانية الاتنين بيطلعوا نفس النتيجة تقريبا. تاني يوم احنا بنفتح السمك بنلاقيه نزل منه الميه بتاعته، وبنلاقي السمكه خست، على فكره مش خسه اكتر من كده، بس شايفين ما شاء الله برضه هيبقى حجمها حلو. نبدا نقلبها في الميه اللي موجوده حواليها. الميه دي بالملح بتساعد السمكه انها تستوي معايا وفي نفس الوقت تحتفظ بالاملاح بتاعتها، بتكون طريه. ممكن كل كام يوم تطلع العلبه وتقلبيها كده، تقلبي السردين عشان يتغلف كويس والملح يبقى موجود عليه باستمرار. وبكده نكون عملنا احلى سردين للعيد مضمون وعاملينه بايدينا، حاجه نظيفه جدا وحاجه جميله جدا وانت ضامناها عاملاها في ايدك. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحه وعافيه.